السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفات حلوة جدا هتعجبكم. تابعوا الفيديو للنهاية يا قمر، ولايك من ايديكم لو ناسين اللايك. هنعمل البسبوسة بطريقة سهلة، وكمان هنعمل الجلاش، وكمان هنعمل حلو كده بالجزر والبرتقال. تابعوا الفيديو للنهاية ويلا بينا نبدأ وصفتنا على طول. بسم الله بسم الله. لايك يا قمر. حلوة على السريع بجد، سهلة جدا واقتصادية وأي حد يقدر يعملها. هتقولي يا ريتني عرفت الطريقة دي من زمان، مش معقول كانت غايبة عنك فين الطريقة دي. الطريقة دي انبهار ابتكار، سموه بقى زي ما تسموه كده. تابعي الفيديو يا قمر للنهاية ولايك من ايديك الحلوة. ولو لسه ما عملتيش متابعة اعملي متابعة عشان يوصلك كل وصفاتي. ونقول بقى بسم الله ونشوف الإبداع بتاع النهاردة ده ايه. بسم الله. معايا كوبايتين من دقيق البسبوسة اللي هو السميد، وعليهم معلقة كبيرة من جوز الهند. وهنخلط المكونات كويس جدا، ولو عندك رشة بيكنج باودر ضيفي، انا ما كانش عندي في الوقت ده. تمام، جهزتهم كده على جنب. نيجي بقى على عين البوتاجاز ونقول بسم الله بسم الله ونولع النار. طبعا عايزه اقول لكم النار مش عايزه تولع اصلا، بس الحمد لله. ولعنا النار كده، واي صينيه عندنا، وهنضيف كوبايه واحده من السكر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعليها ربع كوبايه من الميه. تمام كده، وهنسيبه لغايه ما يكرمل ويبقى بالشكل ده كده، وبعدين نبتدي ان احنا نقلبه. تمام. خليه بقى ياخد لون بني زي ما انت عايزه، يعني درجه اللون ده انت اللي بتتحددي فيها مش انا. يعني انت عايزاها غامقه براحتك، عايزاها اللون فاتح برضو دي حاجه ترجع لك انت. احنا هنا كده بنعمل زي كراميل كده، شايفين كل شويه اللون بيتغير. بعد كده بضيف معلقه من الزبده واتوهها كده مع الكراميل. تمام كده، وبعدين بضيف بقى معلقه تانية كمان، وعليهم معلقتين من القشطه. تمام، تقدري تجيبي قشطه جاهزه، او ده كده القشطه اللي معايا دي كانت وش اللبن، كنت غاليه اللبن والقشطه اللي كانت على الوش ضفتها. وهنقلب بسرعه 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 عشان القوام ما يتكتلش. وبعد كده هضيف كوبايه الا ربع من الميه، ولو تلاحظوا احنا ضفنا الاول ربع كوبايه من الميه، وبعدين رجعنا دلوقتي ضفنا كوبايه الا ربع من الميه. وهطفي بقى عليها النار واقلبها كويس جدا 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 عشان ما تتكتلش مني. وبقت جاهزه معانا، شايفين طفيت عليها النار ويا دوب بردت 5 دقايق مش اكتر من كده. بعد ما هديت كده لمده 5 دقايق، في الوقت ده بقى هنضيفها فوق السميد اللي احنا حضرناه مع بعض في البدايه، وهنبتدي نقلب بسرعه بسرعه كده بالمعلقه او بالاسباتيولا طبعا عشان هي لسه سخنه جدا، ما ينفعش انك تقلبيها بايدك خالص. وهنا احنا مش بنعجن، احنا يا دوب بنتوه بس المكونات كده في قلب بعضها، ما تعجنهاش. تمام، وصلت معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده. هنحضر بقى صينية ونقول بسم الله بسم الله. قطعة زبدة كده او سمنة، تمام كده، وتفرجيها بقى في ارضية الصينية والجوانب وكل مكان في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ طبعا يفضل لو عندك بقى فرشة ولا حاجة. بعد كده بقى نقول بسم الله بسم الله. هنضيف المكونات كلها في قلب الصينية. انت ممكن تضيفي نص الكمية وتضيفي حشو في النص، وترجعي تضيفي باقي الكمية لو انت حابة. هتعمليها زي كده مرة واحدة برضو عادي. تمام كده، ضفتهم كلهم وسويت كده الأطارف والجوانب بتاعة الصينية. وعندي هنا للتزيين زي ما احنا شايفين ده سوداني، تقدري بقى عندك فستق لوزدق لوز. انا مش عارفة اللوزدق ده ايه، بس انا بسمعها كتير يعني لو فستق لوزدق، فمش عارفة ايه اللوزدق ده. المهم ما علينا، يعني خلينا في الايه، في الفول السوداني. الكيس ده يعني في قلبه حبة، بصوا. ب5 جنيه الكيس ده، فالحمد لله يعني. يا دوبك ايه يغطي لي وش الصينية كده. تمام، عشان التزيين بس وعشان الشكل النهائي. يعني انا لو مش هصورها مش هجيب لها، هوفر ال5 جنيه اللي على الوش دي والله. بس مش مشكلة يعني، لاجل عيون حبايبي ومتابعين. زينتها بالشكل ده. في الوقت ده هعمل ايه؟ هدخلها الفرن على الرف اللي في الأرضية، ومشغلة الأرضية فقط لا غير، شواية لأ. تمام، وهسيبها حوالي 10 دقايق كده، تلت ساعة، لغاية ما تحمر من الجوانب. وفي الوقت ده بقى وهي في الفرن هنحضر لها السيرب أو الشربات، ونقول بسم الله
بسم الله. ضفت زي ما احنا شايفين كوباية ونص من السكر وعليهم كوباية ونص من المية. تمام كده، السكر قد المية، وهرفعهم على النار حتى الغليان. وهنا جيت ابص على البسبوسة كده، لقيت ما شاء الله زي ما احنا شايفين الجوانب كده احمرت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبتدي ان انا اطلعها على الشواية واشغل لها الشواية فقط لا غير. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده اشغل لها الشواية. وبعدين نبص على الشربات بتاعنا او السيرب. يا دوبك غلى. اول ما غلى عملت ايه؟ عصرت عليه عصرة نص ليمونة. وهنا بقى السر، البسبوسة سخنة والسيرب سخن، يعني الاتنين سخنين. تمام كده، وتنزلي عليها وهي لسه خارجة من الفرن كده وتطشتش معاكي. شايفين من كتر الطشطشة كده الفول السوداني خرج كده من الجوانب. بس انا هرجعه تاني مكانه عادي. هغطيها بس ايه لمدة 5 دقايق تتشرب السيرب، وبعد كده نرجع نشوفها تاني. بصوا ما شاء الله، رجعت طبعا الفول السوداني زي ما كان، يعني ده ب5 جنيه يعني. هظبط بيه الصينية وهظبط بيه الشكل النهائي زي ما احنا شايفين. هبتدي ان احنا نقطعها، طبعا اصبروا عليها لما تبرد خالص، لكن انا عشان التصوير وعشان جنبي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك، يعني تتار مستعجلين ما بيصبروش على حاجة لما تبرد اصلا. فهنشوف بقى خرطتين كده مع بعض ونقفل الفيديو عشان التتار اللي جنبي اللي عايز ياكل. فربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب ويحفظهم لي. ما شاء الله جميلة جدا، شايفين تحفة. ليه تشتريها بالغالي من بره لما ممكن تعمليها بأقل الإمكانيات؟ شايفين جميلة قد ايه؟ اعمليها بنفسك في البيت هتطلع معاكي ولا أروع. يلا بينا بقى نخش على وصفة رقم 2، وهي الجلاش. الجلاش اللي طول عمرك بتورقيه، لا النهارده هنعمله بفكرة عبقرية جدا جدا، سهلة جدا. انسي وقفتك بالساعات، وانسي انك تفردي ورقة ورقة وتدهنيها، وانسي السمنة، وانسي اللبن، وانسي كل حاجة. يلا يا قمر تابعي معايا الفيديو وانت هتستفيدي. هنجيب لفة الجلاش ونلفها اللور، وبعد كده نقطعها زي ما احنا شايفين زي ما هي كده، ولا هنفرد ورقة ورقة ولا أي حاجة. بعد ما قطعناها زي ما هي كده، حضرت صينية ودهنت فيها دهنة بسيطة كده من الزيت اهو، مش سمنة ولا حاجة. وابتديت أنزل بالأجزاء اللي احنا قطعناها كده بالسكينة زي ما احنا شايفين، وأضيفها في قلب الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين بقى جمالها وحلاوتها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. رصيهم بقى جنب بعض كده وافرديها. عملت معانا حلقات كده مدورة زي شكل الوردة، شكلها حلو جدا ما شاء الله عليها. شايفين جمالها؟ تحفة. رصيت الصينية كلها وبقت جاهزة معايا بالشكل ده. حابة تدهنيها سمنة دهني، حابة تدهنيها زيت برضو دهني، مش هتقول لا. انا معايا هنا زيت، ما عنديش سمنة صراحة، فهستخدم الزيت زي ما قلت لكم، شويه زيت صغيرين كده. وهاجي بقى بالفرشه وادهن وش واحده واحده كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده ما شاء الله عليها. بالطريقه دي كلها تدهني الجلاش بتاعك كله كده من فوق. وردات الجلاش اللي احنا عملناها دي بجد هتعتمدي عليها، مش هتبطلي تعملي الجلاش غير بالطريقه دي. بجد طريقه سهله وبسيطه واقتصاديه كده وسهله. في 10 دقايق هتكوني حضرتيها وعملتيها. دهنتهم بقى كلهم كده واتأكدت ان هم مدهونين دهنة بسيطة كده من الزيت ما شاء الله. هدخلها بقى الفرن على الرف اللي في الأرضية. أول ما تحمر كده من الجوانب والأرضية هرفعها على الشواية تحمر من فوق. وفي الوقت ده هبتدي أحضر السيرب أو الشربات. هضيف كوباية ونص من المية زي ما احنا شايفين، وعليهم كوباية ونص من السكر. تمام كده، وهرفعهم على النار حتى الغليان. هرفعهم كده على عين البوتاجاز لغاية ما يغلوا معايا. وهنا بقى ما شاء الله الجلاش احمر معايا كده. اول ما الاقيه احمر هبتدي ان انا ارفعه على الشوايه ياخد لون ذهبي جميل من الوش. نروح بقى للسيرب او الشربات بعد ما غلى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبتدي ان انا اعصر عليه كده عصرة نص ليمونة بس فقط لا غير، واسيبه لمدة 5 دقايق، وبعد كده اطفي عليه النار واجهز معايا الشربات. وهنا بعد ما شغلت الشواية كده على الجلاش احمر وخد لون دهبي جميل معايا وطلعته من الفرن. السيرب كان بارد معانا والجلاش ساخن جدا. تمام كده، وابتديت ان انا اسقيه بالشربات وهو ساخن لكن الشربات بارد ما شاء الله. سيبيه بقى 5 دقايق كده وابتدي بقى غرفيه كده مقرمش من جوه
مقرمش من بره سوري وهش من جوه، بجد طعمه وهم. شايفين شكله تحفة لوحده. لو عندك بقى شوية قشطة كده وحابة تضيفيها على الوش ضيفي شوية مكسرات زي ما انت عايزة، يعني التزيين ده انت وذوقك. شايفين واخدة لون ذهبي جميل من الأرضية كده، وكمان لون ذهبي جميل من الوش، لأني شغلت لها الأرضية الأول وبعد كده شغلت لها الشواية، وهو ده شكلها بجد تحفة. جربوها هتعجبكم جدا، وتقدري بقى تزينيها بأي تزيين انت حباه. أنا كان عندي هنا شوية كده من الزبيب، هابتدي أرشهم على الوش. التزيين ده يرجع لِك أنتِ. شايفين بقى جماله وحلاوته، بجد شكله وهم. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، بجد جربوها، طريقتها سهلة جدًا جدًا. يلا بينا بقى نشوف مع بعض الحلو اللي إحنا هنعمله ببردانة واحدة وشوية جزر. ما شاء الله حاجة حلوة وجميلة جدًا. كل اللي عليكِ إنِك هتجيبي الكام جزرة المنسية عندك في التلاجة دي، وتجيبي البرتقالايه اللي انت ناسياها، ونعمل احلى حلو كده. يلا بينا، تابع الفيديو للنهايه ولايك يا قمر. كده من الجزر، عايزه اقول لكم الجزر ده كده كنت شارياه ونسيته كده في التلاجة، دبل معايا، بس مش مشكله هنلحقه يعني في وصفه النهارده، وهنعمل منه وصفه مش هتخطر على بالك، بجد وصفه اختراع. تابع الفيديو يا قمر. قطعت بقى الجزر كده وغسلته كويس جدا. بعد كده ضفته في حله وضفت عليه كوبايتين من الميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تغطيه تماما بالميه، ما تخليهوش باين من الميه. بعد كده هرفعه على عين البوتاجاز كده او على النار، وهسيبه كده لغايه ما يتسلق تماما، لغايه ما يبقى مهري من السليق كده ومستوي قوي قوي، لغايه ما يبقى مستوي قوي قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتشرب كده السوائل اللي كانت فيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله عليه، زي ما احنا شايفين اتسلق تماما بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خلاص كده بقى مهري من السوى، وكمية المية اللي فيه قلت. بعد كده ضفت له كوباية مية عادية جدا من الحنفية وضربته في الخلاط لغاية ما القوام بقى تقيل معايا كده بالشكل ده. بعد كده جبت بقى البرتقالة اللي انتوا شايفينها دي، تقدري تضيفي سفنداية او برتقالة حسب الموجود عندك، تمام كده. وبعدين فصصتها كده بالشكل ده. ده بردقان بسرة كده ما فيهوش بذر، وهضيفه هو كمان فوق الجزر كده واضربه في الخلاط. وبعد ما اتضرب في الخلاط بقى شكله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي تحفة. في شوية كده متبقيين في الخلاط هضيف عليهم كوباية مية وانزلهم هما كمان في قلب الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده ضيفي سكر حسب الرغبة، يعني هنا السكر حسب رغبتك انتي. زي ما احنا شايفين انا ضفت حوالي 4-5 معالق كبار من السكر ودوبتهم كويس جدا كده بالسكر، ما شاء الله. بعد كده ظبطت لها السكر ما شاء الله حلو جدا. نرفعها بقى على عين البوتاجاز كده ونقول بسم الله بسم الله، وهنفضل نقلب فيها كده مع التقليب المستمر على طول حتى الغليان، يعني لغاية ما تغلي معانا كده وتعمل فقاقيع كده وتبقلل. في الوقت ده هنضيف لها كمان مكون سحري هيعجبكم جدا بالشكل ده. وصلت بقى للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي، نسكت على كده؟ لا طبعا، هنحضر نص كوباية من المية وفيها 3 معالق كبار من النشا، وندوب النشا كويس جدا في نص كوباية المية. وبعد كده ننزل تدريجيا، ايد بتقلب والايد التانية تضيفي فيها النشا بالمية، ونقلب كويس جدا لغاية ما تاخد بقى غلوتين 3 كده بالنشا وتبقلل كده وتعمل فقاقيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بقى تطفي عليها النار بعد ما تعمل معاكي فقاقيع كده. شايفين شكلها تحفة. أول ما تعمل فقاقيع كده سيبيها تعمل شوية كبار وبعدين اطفي عليها النار. بعد بقى ما طفيت عليها النار وهديت كده لمدة دقيقتين، هضيف لها ايه بقى؟ هضيف لها كيسين من الفانيليا يدوها ريحة تحفة كده. تمام، هنقلب عليها كويس جدا. تقدري تعملي المكونات دي في حلة مش في صينية زي ما انا عاملة كده، تمام كده. جيبي بقى بولاتك اطباقك اي حاجه بقى متواجده عندك، ووزعي فيها الكميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل ما تبرد كل ما هتمسك نفسها اكتر واكتر، لان احنا ضايفين لها نشا. تمام، وزعت كده حبه في اطباق وباقي الكميه هسيبها زي ما هي في الصينيه. تمام كده، هخليها بقى ايه تبرد في الصينيه تماما وتاخد شكل الصينيه. تمام كده يا امارات، شكلها تحفه. زينيها بقى باي مكسرات موجوده عندك زي ما انت عايزه. انا كان عندي هنا شوكولاته ملونه زينتها بيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كليها بقى وهي سخنه كده تدفيكي في الشتاء، بجد طعمها تحفه. اصبري عليها بقى لما تبرد برضو جميله جدا. سموها بقى زي ما تسموها، مهلبيه جزر، حاجه كده جزر بالبرتقال،
في حاجة طعمها وهم تحفة تحفة. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.